السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون فيديو حلو جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. طبعا احنا لما بنربي الفراخ البلدي أو الفراخ الفيومي او ايا كان النوع الفراخ اللي احنا مربينه، طبعا بنربي الفراخ طبعا عشان البيض. ممكن يبقى عندك فراخ كتير جدا. الفراخ الكتير دي يعني ممكن يكون في فراخ منهم بتبيض، وفراخ يعني مش حلوة في البيض فاكلها بيكون خسارة. في الفيديو ده هقولك على بقى عايزين نعرف ايه الفراخ اللي بتبيض نسيبها للبيض، وايه الفراخ اللي يعني ما بتبيضش كويس فنذبحها عشان ما يكونش خسارة علينا في الاكل. طيب هنعمل ايه بقى؟ في علامة كده واحدة هتكشف لك الفرخة اللي بتبيض من غير ما تراقبيها، من غير ما تمسكيها. يعني في ناس كده بتقيس الفراخ وبتعرف الفرخة دي اللي عليها البيضة ولا لأ، فمش كل يوم بقى هتقعد تقيس في الفراخ عشان تعرف ايه الفراخ اللي عليها البيضة وايه الفراخ اللي معلهاش البيضة. لا، احنا عايزين نعرف علامة كده من غير ما نمسكها، من غير ما نراقبها. علامة واحدة بس هتكشف لنا ايه الفرخة اللي بتبيض النهاردة. العلامة الواحدة دي هنتكلم عنها النهاردة في الفيديو بتاعنا. إيه، في علامة تانية برضه هتخليكي تعرفي الفرخة اللي بتبيض من اللي مش بتبيض، من غير ما تمسكيها، من غير ما تراقبيها، من غير ما تضيعي وقت في ان انتي تمسكيها. علامة كده لو عملتيها في المكان اللي انت بتربي فيه الطيور، هتعرفي ايه الفرخة النشيطة من الفرخة الكسولة في اقل من 24 ساعة. السر اللي هنتكلم عنه النهاردة، اي واحدة بتربي فراخ ممكن عايزة تعرف الموضوع ده، بتقع في المشكلة دي. يعني لو عندك 20 فرخة او 30 فرخة، مش عارفة مين فيهم اللي شغالة كويس ومين فيهم اللي بتاكل وبترمي دهون وبترمي لحم ومش بتدي انتاج بيض. انت عندك 20 فرخة مثلا، بيجي لكي 17 بيضة. 17 بيضة ده معدل كويس جدا، لكن ممكن يكون في فرخة ولا اتنين مش بيبيضوا خالص. هنعرف منين بقى الفرخة دي او البيضة اللي اتبضت دي بتاعت مين ودي البيضة دي بتاعت مين؟ في ناس بقى بتمسك كل فرخة كده وتعمل تفحصها كده في منطقة الحوض، وناس بتراقب مراقبة عشوائية كده بالساعات، وناس بتبقى مركزة على الحجم او الشكل بتاع العرف، وده كله ممكن يغشك. لكن في سر طبيعي هو اللي يكشف لك الفرخة اللي جسمها يعني كده بيعبر على انها بتنتج بيض من اللي مش بتعمل كده. تمام. طبعا كلنا عارفين ان الفرخة اللي بتبيض جسمها طبعا بيكون محتاج كالسيوم عالي جدا. الكالسيوم العالي ده عشان يعمل قشرة البيضة. فغريزيا اللي جسمها يعني عايزة تبيض بتروح كده بتاكل في الحجر الجيري بكميات ملحوظة عن بقية الطيور. يعني بتحط حجر جيري كده، بتلاقي الفرخة اللي عايزة تبيض بتروح تنقر فيه. اما الفرخة اللي مش بتبيض مش بتكون محتاجة الكالسيوم اصلا، بتلاقيها بتحتاج لبروتين بس ما بتحتاجش الكالسيوم زي الانسان اللي بتلاقيه ما بيحبش يشرب اللبن كده حتى. يعني هتلاقيه كده جسمه لما بيحتاج لبن، بس لما بيحتاج كالسيوم بتلاقي نفسه راحت كده للكالسيوم، فيدور على الكالسيوم في اي مصدر تاني. في اللبن لو ما بيحبش اللبن بيروح لمصدر تاني. يعني كده من الاخر او المعلومة بتاعتنا النهاردة، ان الفرخة اللي بتاكل الحجر الجيري بشكل مستمر او بتكسر في الحجر الجيري بشكل مستمر، احنا مش محتاجين ان احنا نمسكها او نفحصها او نقيسها نشوف عليها البيضة ولا لأ. اول ما تظهر لك السلوك ده او ان هي بتعمل كده، انت بتعرف على طول ان هي محتاجة الكالسيوم. والتانية اللي ما بتروحش يمة الحجر الجيري ده بتكون مش محتاجة الكالسيوم. هنجيب طبق واسع كده نحط فيه حجر جيري مكسر ناعم او مجروش كده خشن بسيط. مش هيفرق سواء كان مجروش او حجر جيري كامل او كده. هنحطه قدام الفراخ بتاعتنا من غير ما نضيف اي حاجة عليه. هنراقب كده من بعيد ونشوف بقى
الدجاج اللي مقبل على الحجر الجيري ده معناه ان الفراخ دي هي اللي بتبيض، او اللي عاوزه شكل ان هي تبيض، او ان هي بتبدا في انتاج البيض. لما نجيب الطبق ده ونحطه قدامهم بشكل كبير، هنلاقي الفرخه اللي محتاجه الكالسيوم بتروح له، واللي مش محتاجه الكالسيوم مش بتروح له. لو لقيت فرخه كده مش بتاكل من الحجر ده معناه ان هي عمرها ما هتبيض. ممكن يكون ناقصها تغذيه، بتعاني من نقص الضوء، بتعاني من الإجهاد، بتعاني من مشاكل كتير جدا. يبقى نحاول نشوف المشاكل اللي عندها. لو انت عايزة الفراخ بتاعتك تبيض بشكل كويس جدا، هنطبق الطريقة دي وهنشوف بعينينا النتيجة من أول يوم. بعد كده هنحاول بقى نعالج الفراخ اللي هي مش بتبيض دي. هنعالج الفرخة اللي مش بتاكل الحجر الجيري. موضوع سهل جدا. في دجاج مش بياكل الحجر الجيري ده، فاحنا لازم نديله فواتح شهية من ناحية تانية، او نخلطه بأكلات تانية. ممكن الفرخة تكون محتاجة بس كالسيوم، بس ما بتحبش الحجر الجيري، وده بنعرفه لما بنديلها أكلات تانية فيها كالسيوم. ممكن نديها اللي هو الشرش بتاع اللبن ده. ممكن نديها جبن قريش كده واثقين من مصدرها. دي برضو من الحاجات المهمة اللي هتلاقي الفرخة بشكل كبير بتقبل عليها، وكده اللي هيكون تعمل نسبة كالسيوم في جسمها. الطيور بتكون محتاجة عناصر غذائية، بيكون ناقصها حاجات كتير من أساسيات البيض. أساسيات كده بتكون لازمة في إنتاج البيض نديها في جسم الفراخ بتاعتنا. نديلهم بروتينات، فيتامينات، معادن، كالسيوم، فوسفور، حاجات كتير. مفيش إنتاج هيكون عندك بشكل كويس الا ما تديها الحاجات دي. الفراخ بتاعتك تكون سليمة، مفيش فيها اي امراض. الحاجات دي كلها بتساعدك ان انت تعرفي ايه الناقص عند الفراخ بتاعتك، الحاجة اللي هو محتاج ليها عشان يديلك افضل انتاج. وكده احنا هنعرف ايه الفراخ اللي بتبيض. عرفنا بحاجة بسيطة خالص. الفراخ اللي مش بتبيض هنحاول نديلها الحاجات اللي المفروض نديها لها. ونشوف لو عندك فراخ كده موسعة ولا مش موسعة، عندها دهون. انت ما بتمسكي الفرخة كده بتحسسي عليها من ورا كده، فبتلاقي فيها كمية دهون جامدة كده. دي معناها ان الفرخة دي فيها دهون جامدة. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. عرفنا منه الحاجة البسيطة اللي هتعرفك اذا كانت الفرخة دي بتبيض ولا لا. الفراخ اللي هنحطه قدامها الحجر الجيري وهتقبل على اكله، دي معناها ان الفراخ دي بتبيض. الفرخة اللي مش هتقبل على اكله تماما، دي معناها ان الفرخة دي عندها مشاكل في البيض. فهنحاول نشوف الفراخ دي نعزلها في مكان لوحدها، ونبدأ بقى نديلها الحاجات اللي قلنا عليها في فيديوهات قبل كده، اللي بتساعد في انتاج البيض او بتزود انتاج البيض، او بتعالج الفراخ اللي هي ما بتبيضش اصلا. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه. لو اول مره تشوف القناه اشتركي، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.